السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل سنة وانتم طيبين. ده كده الفطار، يلا نعمل مع بعض بقى الغدا. اول حاجة كده، معايا هي مية بتغلي ومعايا لحمة زي ما انتم شايفين. بقى كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى. حطيت بقى اللحمة في المية وجبت بصل وعليه ملح، عليه فلفل اسود، ما تحطيش الملح في الاول. هحط بقى البصل والفلفل الاسود، وكمان حطيت ورق لورا. وبعد كده بقى سبت اللحمه تتسلق السليق العادي، وهعصج اللحمه المفرومه. معايا بقى بصل مفروم كتير، ومعايا اللحمه المفرومه. هحمر البصل لغايه ما لونها يبقى ذهبي كده، وبعد كده اروح نازله عليها باللحمه المفرومه اللي احنا عملناها مع ماما ميرفت. اللي لسه ما اتفرجش على الفيديو يتفرج عليه. وهتروحي حاطه رشه فلفل اسود ورشه ملح، عصجيها وخليها جاهزه عندك في التلاجة. في اي وقت كده تطلعي على طول، اعمليها اكياس وطلعيها في اي وقت كده. اعملي صينيه رقاق مكرونه بالبشاميل تبقى جاهزه معاكي. خلصت بقى وسبت اللحمه تتعصج واللحمه التانية بتتسلق، ودخلت على اوضه رورو، اوضه رماس بنتي. كنت ملميت الغسيل ورحت مطبقاه كده في الطبق زي ما انتوا شايفين، ورحت على طول رصاه. وخدت بقيه الهدوم بتاعت بيبو دخلتها في اوضته. ورحت بقى قلت اما اغير بقى فرش السراير. حافظوا بقى على كل حاجه عملناها. دايما اهتمي كده بشقتك وخليها نظيفه اول باول. طالما ايدك فيها هتفضل على طول نضيفه معاكي. متقوليش بقى اصل احنا في العيد، اصل احنا بعد العيد، اصل انا لسه عامله. لا، طول ما انت ايدك في الحاجه هتفضل الحاجه معاكي نظيفه. رحت بقى مغيره فرش السراير كده زي ما انتوا شايفين. طبعا احنا ملمعين وعاملين تنظيف عميق جامد جدا. فما كانش في حاجه بصراحه في الاوضه غير ان انا بس هغير الفرش. هروق السراير كده، اشدها كده واروقها كده واخليها زي الفل كده. وهشفط الارض. كل حاجه حواليا نظيفه. شايفين بقى لما بتنضفي وبتعملي تنظيف عميق بترتاحي ازاي؟ بتفضل الشقة طبعا معاكي نظيفة. بتلمعي اي حاجة كده جت عينك عليها مش نظيفة، بتنفضيها وبتلمعيها كده اول باول. بتفضل معاكي الشقة نظيفة. غيرت السرير الاولاني وهغير بقى معاكم السرير التاني كده زي ما انتوا شايفين. وكل سنة وانتوا طيبين، وعيد اضحى سعيد عليكم يا رب وعلى الناس كلها. وكل واحد نفسه في حاجة ربنا يحققها له بإذن الله، وربنا يكرمنا جميعا. ورحت بقى ايه فرشه بقى السرير التاني كده. واهم حاجه كده وانتي بتفرشي السرير تخليه ايه مسطره. وما تيجي تنضفي كده بضمير. ما تنسوش الكلام اللي بقوله لكم ده. ورحت بقى مركبه الخداديات والمخدات، طبعا الملايات الساري دي. اللي لسه ما اتفرجش بقى على فيديو المشتريات اتفرجوا عليه، وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. انا عامله ملايات جديده بقى اللي انا كنت فرشاها وشلتها دي للي لسه بقى اول مره بيشوفوني، وعايزه تعرفي الملايات اللي كنت فرشاها دي عاملاها ازاي، وشايفين كبرها ازاي، وشايفين برضو اللي هم الساري دول كبار ازاي. اتفرجي على الفيديو. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. فيديو هيعجبكم جدا وهتخرجي منه مستفادة ان شاء الله. خلصت كده على طول الأوضة. بصوا بقى كل حاجة بتخلص معاكي بسرعة وبسهولة ازاي. والأوضة كده اللي تخلصيها رش كده فيها المعطر وخلي بيتك كله بهجة وفرحة. ودايما طالما الحاجة حواليكي نضيفة بيكون بقى ايه الدنيا كده مرتبة، وكل حاجة حواليكي زي الفل. خلصت الأوضة وشفطتها بالمكنسة وغيرت الفرش. ما بياخدش بقى الحاجات دي، ما بتاخدش معاكي وقت طالما منضفة كل حاجة حواليكي. يلا بينا سميتوا الله، صليتوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. ورحت بقى خلصت الاوضه، رشيت المعطر وتروحي بقى قافلاها كده. وخلاص كده تبقى الاوضه معاكي خلصت وزي الفل. وده شكلها النهائي بعد ما خلصتوا يا جماعه. ويلا بينا نخش بقى على اوضه بيبو، نشوف هنعمل فيها روتين ايه. اول حاجه برضو خدت بقى الغسيل اللي كنت مطبقاه بتاع بيبو، ورحت شايلاه على طول كده في مكانه. عشان ما يبقاش فيه حواليكي اي حاجه. طبقي غسيلك اول باول. المواعين، المطبخ ده اساسي. المطبخ طالما خلص يبقى كل حاجه حواليكي خلصت. رحت برضو مغيره الفرش بتاع اوضه ابني بيبو. ورحت شايله بقى الملايات. اللي عايز يتفرج على فيديو الملايات ما تنسوش تتفرجوا عليه، عندي فيديو كامل على القناه. اشتريت الحاجه ازاي وازاي تروحي تشتريها وما تخليش حد يضحك عليك. السري يا جماعة أنا بعمله جنبين، عشان دايما الملايات اللي بشوفها كلها جنب واحد.
لا انت روحي فصليهم واعمليهم جنبين، اعملي الرسمه اللي تعجبك، اللون اللي يعجبك. اتفرجي على الفيديو بتاعي بتاع الملايات هتخرجي مستفاده منه. خلصت اوضه بيبو وغيرت الفرش بتاعها ومشيت الستاير وقفلتها وشفطت الارض ورشيت فيها المعطر وخليتها كده زي الفل زي ما انتوا شايفين. طول ما ايدك في الحاجه بتفضل الحاجه نظيفه معاكي، ما تنسيش الكلام ده يا جماعه. رحت مخلصاها خالص ورحت داخله بقى على اوضتي. ليه خليت اوضتي في الاخر؟ لان انا كانت الغسيل كله كان في اوضتي، فكنت بطبق وقلت بقى اروح ارص واغير الفرش بتاعهم واخلص لهم اوضهم خالص، وبعد كده اعمل اوضتي انا براحتي. دخلت بقى على الغرفه النوم عندي، رحت بقى شايله ايه مغيره برضو الفرش. طبعا الخشب كنت لسه ملمعاه ومنضفاه، فما لمعتش بصراحه الخشب لانه كان نضيف اهو. والروتين ده يا جماعه انا عاملاه رابع يوم العيد اهو زي ما انتوا كده شايفين. خلصت بقى ايه، شلت المخدات والخداديات وكل حاجة السرير خلاص كده، وهنفرش بقى مع بعض الملايات الجديدة دي اللي برضو في الفيديو بتاع مشتريات الملايات اهو. بصوا الساري بتاعها جنبين، بصوا كيس الخدادية، بقول لكم بصوا كيس الخدادية قد ايه، هتشوف الملاية كبيرة معايا ازاي. بصوا يا جماعة شايفين الجمال، شايفين الحلاوة اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا الساري نازل من الناحيه دي ونازل من الناحيه دي، والملايه كبيره ومغطيه السرير معايا وكل حاجه تمام زي ما انتوا شايفين كده اهو. يلا سميتوا الله، صليتوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده الروتين ده هيشجعك جدا 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 تقومي تخلصي كل اللي وراكي. بصوا يا جماعه، بصوا المخده ملفوف حواليها الكيس ازاي، بتلفيه كمان تحت الملاية زي بتاع زمان كده، كانت الملاية لازم تغطي السرير. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، الله الله الله، عسل عسل. هخلص برضو ايه السرير بقى خالص، حطيت الخداديات، حطيت المخدات، خليت السرير زي المسطرة كده زي ما انتوا شايفين. مش تروقي كده وخلاص عشان تحسي كده بارتياح نفسي. لازم تشفطي كده كويس وتروقي الدنيا حواليكي اول باول. والسرير كده لما تروقيه اول ما تقومي كده تروقيه وتخليه زي الفل، بيديكي طاقة ايجابية ان انتي تقومي تخلصي كل اللي وراكي. وانا في الفيديو ده بخليكي عندك طاقة ايجابية وتقومي تخلصي. ده كده شكل الاوضة بعد ما خلصتها، شايفين الجمال، شايفين الحلاوة. ده شكل الملاية هي وهي مفروشة على السرير يا جماعة. عشان انا قلت لكم لما اجي افرشها في الفيديو اللي هو بتاع المشتريات، قلت لكم هوريها لكم ايه شكلها بعد ما افرشها. خلصت كل حاجة ورتبت كل حاجة، والأوضة خلاص بقى بقت زي الفل، ورشيتي بقى المعطر وتخلي كده الدنيا كلها بهجة وفرحة وسرور. ربنا يدخل علينا دايما البهجة والفرحة والسرور يا جماعة، وربنا يجعله عيد سعيد عليكم يا رب. بصوا الساري كمان من الناحية التانية، بوريكم ان الساري ناحيتين، الساري من الناحية دي ومن الناحية دي، حتى لو سريرك مش في النص برضو فيما بعد ربنا يكرمك كده ويبقى سريرك في النص وتخليها السري يبقى نازل من ناحيتين. معايا كده ايه قالب زبده فرن. طبعا انا مش اول مره اقول لكم على الخطوه دي، اما بجيب قوالب الزبده الفرن او الجنه بحب اقطعها مكعبات كده، بحيث ان انا لما اجي اعمل الاكل مش كل شويه اطلع قالب الزبده كله من التلاجة وعشان اخد منه حته، لا كده يبقى المكعب جاهز معاكي تطلعي على طول وتروحي عامله بيه. هنعمل مع بعض النهارده صينيه الرقاق على طريقه ماما ميرفت. اول حاجه حطيت سمنه كده، شويه سمنه حلوين كده في القعر بتاع الصينيه، وحطيت اول رقاقه ناشفه، وبعد كده بقى ببل الرقاق كله بالشوربه، وبين كل راق او كل رقين زي ما انت عايزه تحطي شويه لحمه. وبعد كده هروح تاني حاطه تاني رقاق ببله بالشوربه وبنزل برضو بشويه لحمه زي ما انتوا شايفين كده. وهفضل بقى احط في الشوربه اهو في الرقاق كده ابله بله حلوه، وبعد كده بروح حاطه. يلا سميتوا الله، صليتوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. ممكن تحطي اللحمة بين 4 رقات. انا بعمل الرقاق 8 رقاقات، المفروض 4 فوق و4 تحت لو انت هتحطي اللحمة في النص. مش هتحطيها في النص عدي بقى 8 رقاقات بين كل واحدة وواحدة، حطي بقى اللحمة اللي انت عايزاها. خلاص بقى جبت كده التوم علشان هعمل شوية فتة. هفرم التوم ده، جايباه فريش يا جماعة، انا عندي توم متخزن
بس مش بحب للفته التوم دايما المتخزن، بحب التومه بتاعتها تكون فريش. شفتوا بقى طلعت مكعب الزبده على طول ورحت مقلبه بيه الرز ازاي، بقى سهل عليا، مش لازم اروح مطلعه القالب كله وافضل اقطع واعمل، وهفضل بقى اشوح في الرز علشان يفضل معايا كده مفلفل. وهروح بقى ساقياه بالشوربه بتاعه اللحمه اللي اتسلقت. هقلب بقى الرز كده زي ما انتوا شايفين، وظبطت الملح بتاعه ويغلي وهوطي عليه. هحط بقى التومه. بصوا يا جماعه التكه دي، عشان التكه دي مهمه قوي في عمايل الفته، من غيرها الفته ما تنفعش. التومه اول حاجه كده بتحمريها يبقى لونها ذهبي، وبعد كده خدت شويه ناشفين وشويه بخل، اهو دول شويه ناشفين، شويه توم ناشفين من غير اي حاجه، والشويه التانيين بخل. معايا طماطم متصفيه ومعايا صلصه، نزلت بقى على بقيه التوم زي ما انتوا شايفين. بصوا التكه بقى بتاعت العيش دي يا جماعه مهمه جدا جدا. مسكت العيش بقى حمرته كده بالسمنه البلدي. شفتوا شكل السمنه البلدي وجمالها وحلاوتها. هحمر العيش تحميره حلوه، وبعد كده بقى بصوا التكه المهمه، هروح عامله ايه، هجيب التومه ام خل، لازم تسقي بيها العيش عشان العيش يبقى له طعم. مش هبقى محمره عيش بس، لا لازم تسقيه بشويه توم علشان يبقى محيق، وبعد كده هسقيه بشويه شوربه علشان يطرى. وهروح بقى مقلباه، ويعني ايه العيش تري كده معايا، هروح جايبه بقى سرفيس، صينيه زي ما انت عايزه بقى حطي، وهروح نازله عليها بالرز. بعد بطبقه العيش هحط طبقه الرز زي ما انتوا شايفين كده، ورحت بقى مظبطه الرز كده. وحطي بقى الرز عايزه كتير عايزه قليل. وجبت شويه التوم الناشف اللي قلت لكم عليهم المحمرين اللي لونهم ذهبي، ورحت رشه رشه كده، ورحت بقى نازله بالصلصه زي ما انتوا شايفين. كان احلى طبق فته، كانت تحفه تحفه تحفه. بصوا يا جماعه هقلب معاكم دلوقتي الرقاق. شايفين الرقاق هينزل حته واحده ازاي؟ شايفين لونه، شايفين شكله، شايفين جماله. ورحت مقطعاه، ورحت رصه بقى اللحمه حمرتها ورحت حطاها كده فوق الفته. وده كان الغدا بتاعنا النهارده. تعالوا اقول لكم بقى نكمل مع بعض الروتين. انا كده خلصت كل الشقه وخليتها خلاص زي الفل، فاضل بس الليفينج. رحت بقى شايله الكفرات بتاعته ورحت مظبطاها، ورحت عادله المخدات وخليته كده زي الفل اهو. ما تقوليش بقى ايه اصل احنا في العيد، اصلا انا عامله كل ده قبل العيد. حتى لو عامله بس تفضل ايدك في الحاجه، هتفضل الحاجه معاكي تمام وزي الفل، وكل حاجه حواليك هتفضل نضيفه. يا ريت بقى لو عجبك الفيديو اوعي تنسي اللايك والاشتراك في القناه، وشرفوني ونوروني علشان هتشوفوا الايام الجايه فيديوهات جامده جدا جدا. ورحت بقى ايه بعد ما روقت الليفنج خليته مسطره زي ما انتوا شايفين، لقيت الترابيزه دي عايزه تتلمع، رحت ملمعاها، جبت الجرانس ورحت ملمعاها كده زي ما انتوا شايفين. ورحت جايبه المكنسه بقى شفطت الارض خالص، خليتها تمام وزي الفل. واول حاجه بعد ما اتغدينا طبعا انا خلصت المطبخ وقافله الباب بتاعه ومخليه زي الفل زي ما انتوا شايفين كده، ما هو جنب الليفنج دوت المطبخ. رحت بقى مشفطه الارض كده تشفيطه حلوه وبضمير زي ما انتوا شايفين. ده كان الشكل النهائي بعد ما خلصت الليفينج وخليته زي الفل، وكل حاجه حواليا بقت نظيفه. يا ريت بقى لو عجبك الفيديو وتشجعت معايا ما تنسينيش بقى باللايك والاشتراك في القناه، وشرفوني ونوروني. و باي باي.